عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم توقعات جديدة لحلقة جديدة من المسلسل قلب أسود. شفنا في إعلان الحلقة القادمة إن سومر بتحاول تعترف لصمد بشيء، ولكن الشيء ده مش هيخص أولادها، طبعا بيخص حاجة تانية. الحاجة التانية دي إن هي هتفهمه إن جيهان ابنه بيعشق ملك، وان لازم العلاقة دي تنتهي، علشان ده كان اتفاق ما بينها وبين امها ان هي لازم تروح تكلم صمد علشان يطرد ملك ونوح من البيت ومن عملهم، لانهم دلوقتي بقى يشكلوا خطر للعائله. هو هنلاحظ بحاجه زي كده، ولكن طبعا هي لما تفهمه وتحسسه ان هي واخده بالها من حاجه زي كده، طبعا هو يقتنع بكلامها لان هو بيحبها وبتاثر فيه، فطبعا يقرر ان هو يطردهم هما الاثنين. ويبقى هنا قدرت امها تتغلب على نوح وملك اللي دخلوا القصر وبيشكلوا خطر، وهم ما يعرفوش ان ممكن حتى لو هم اتطردوا، وده بالفعل اللي هيحصل، ان هما الاثنين يحاولوا يتواصلوا مع صمد في عن طريق التليفون او رساله، ويقابلوه بره البيت او بره القصر ويقدروا يفهموه على كل شيء. ولكن هل في خطه تانية في دماغهم، خطه لادخالهم هما الاثنين السجن، او ان هم ينهوا امر حياتهم؟ انا اخاف ان النهايات دي تدبر حادث ليهم هما الاثنين وهم راكبين سيارتهم، وتحاول ان هو في الحادث ده يفقد الاثنين حياتهم، ومن هنا تنتهي قصة نوح وملك اللي بيشكل على سومر وأمها الخطر. ولكن جيهان هو دلوقتي اللي بيحميهم، حتى لو فعلا جوازته من سيفيلاي تمت، وده انا اقول ان هي هتتم بالفعل، ولكن ممكن برضو في اخر لحظة تحصل معجزة وما تحصلش الجوازة دي، لان من الوجه واضح ان تحسين ده هيبتدي يخطط لهم بكوارث عديدة. الكارثة الاولى لما يعرف ان اساسا صمد مش مريض، وانه بيلعب اللعبة دي علشان يقدر ياخد ورث جلال اللي هو ولد سيفيلاي، وعن طريق زواجه ابنه من سيفيلاي، وان طبعا ممكن الراجل يموت في اللحظة دي وهو حياته طبعا على كف عفريت، ان هو يبعت حد في المستشفى يقطع عنه جميع الأسلاك وجميع التوصيلات الأجهزة إنه يركبنها له ويفقد حياته. ولكن ممكن تحصل حاجة تانية، الراجل ما يموتش وفعلا يتم إنقاذه ويطلع ليه عمر جديد، وإن هو يما يفوق ويعرف ان بنته بيتم تجويزها بدون ارادتها علشان خاطر الورث هو اللي يظهر لهم في يوم كتب الكتاب ويوقف طبعا الزواج ده. ولكن دي هتكون مفاجأة لصمد، لان الرجال المفروض حاططهم حراسة للسيد جلال مش هيقدروا يوصلوا له، لان في اللحظة دي رجال السيد جلال ذات نفسه هم اللي هيضربوهم ويحاولوا يمنعوا ان هو يتواصلوا مع اللي مشغلهم اللي هو السيد صمد، ويحذروه ان السيد جلال قادم للقصر. وده طبعا كل احتمالات، يعني معنى كده ان ممكن تتغير الاحداث في لحظة اكيد. ولكن هل هنا تحسين حاطط في دماغه ان هو يتقرب من سومر زوجة السيد صمد وام نوح وملك، وان هو يعمل معاها علاقة او يحاول ان هو يتقرب منها لمجرد الانتقام؟ يعني مجرد صور تجمعهم، والصور دي تكون فضيحة للعائلة ولسه هيتصمد، اللي طبعا ساعتها هينكشف امر ان هو فعلا مريض ولا لا، ان هو بيتم فتحه وفي خيانة من زوجته مع شخص زي ده بيحاول يشتري كل املاكه للانتقام. هل ممكن في لحظة يعترف له بان انا بنتقم منك بمجرد ان ابوك السيد ظافر اعتدى على امي؟ كل الكلام ده لازم يتم توضيحه ووضوح وتفاصيل طبعا قوية ممكن تظهر في الحلقات القادمة. اشوفكم على خير.